نتوقف عند نشر الأمم المتحدة النسخة الرسمية لقرار مجلس الأمن 2797 حول الصحراء الغربية، القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 من شهر أكتوبر الماضي لتنهي الأمم المتحدة بذلك جدلا محتدما على المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية من خلال الإبقاء على عبارة الأطراف دون تغيير في نص القرار. وعليه نتوقف هنا مشاهدينا الكرام لنسأل عمن سيجلس فعليا من أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات. نبدأ ربما بما وصف بأنها محاولات تعطيل حتى نفهم فقط ما حدث وما يحدث. ما تعليقكما على ما تردد مؤخرا بشدة عن محاولات تعطيل نشر قرار الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية نتيجة لما وصفت بتجاذبات وعن جد المفترض بشأن استخدام مفردة الأطراف بدل مفردة الطرفين تحديدا في النسخة العربية؟ اطرح عليك السؤال أولا سيد صديق حاجي الكاتب الصحفي المغربي، مرحبا بك من جديد. هو بالفعل يا حكيم كان هناك تعطيل فيما يخص خروج النص الرسمي. لأول مرة يتعطل خروج هذا النص لمدة 3 أسابيع، وكانت هناك تسريبات تقول على أنها كانت هناك ضغوطات من طرف الجزائر على مجلس الأمن، أو على الأقل على الكتابة الخاصة بمجلس الأمن لتغيير هذا المصطلح من الأطراف إلى طرفين. وفي آخر المطاف يخرج النص الرسمي ويؤكد على الأطراف، ليس هناك من فقرة تتكلم عن الطرفين. وقد قرأت النسخة الرسمية لمرات عديدة ومتعددة، وحاولت حساب عدد المرات التي يتكلم فيها عن الأطراف. أكثر من 10 مرات يتكلم عن الأطراف، ولا يتكلم ولو في جملة وفقرة عن الطرفين. وفي في مقدمة التقرير يتكلم عن من هي هذه الأطراف، يتكلم عن المغرب والجزائر والبوليزاريو وموريتانيا. أضيف إلى ذلك ما الذي يزكي على أن كانت هناك ربما ضغوطات لتغيير هذا المصطلح، هو خروج السيد عطاف وزير الخارجية الجزائري أيام قبل صدور النص الرسمي الذي يتكلم عن الأطراف. خرج السيد عطاف بمبادرة يقول على أنه يقترح الجزائر كوسيط ما بين البوليزاريو والمغرب. هذا يدل بشكل قاطع على أنه كان يعرف جيدا على أن النص سوف يخرج بمفهوم الأطراف، وأراد أن يتملص من هذه التوصية أو من هذا القرار الأممي الذي يعتبر الجزائر طرفا رئيسيا في الصراع. وحاول بمناورة دبلوماسية الضغط من خارج أروقة الأمم المتحدة على الأمانة العامة للأمم المتحدة لكي يكرس في عمليا قضية الطرفين عوض الأطراف، لكن تمشي الرياح بما تسير السفن. وكانت هناك، وهذه المراوغة كانت مراوغة في حد ذاتها لم تكن يعني في مستوى دبلوماسي ذكي. فقط قلت أن تصريحات السيد عطاف تقترح الجزائر كوسيط، فقد استمعت للسيد عطاف ويدعم لما استمعت إليه يدعم أي مبادرة وساطة بين المغرب وجبهة لكن اقترح نفسه، اقترح الجزائر. هذا ما استمعت إليه أنا، وربما التأويلات كانت ربما غير ذلك. أود أن أسألك فيما سياق ما ذهب إليه ضيفي، هل عارضت فعلا الجزائر استخدام مفردة الأطراف وفضلت في نص القرار فضلت مفردة الطرفين؟ هل حاولت فعلا التأثير في صياغة النسخة العربية كما تروج بعض الأطراف وبعض المواقع الإلكترونية حتى بعض التدوينات على المنصات، كما روج ضيفكم الكريم لما قال بأن السيد عطاف اقترح نفسه واقترح الجزائر؟ نعم، اقترح الجزائر. والكل قرأ واستمع إلى التصريح لما قال إن الجزائر تشجع كل طرف يريد أن أو له مقدورات التوسط، تدعم أي مبادرة للوساطة. الآن لماذا تأخر؟ لأن الموضوع كذلك النص ذاته لنص قرار مجلس الأمن هو نص كان غير واضح،
ويبدو أن غير واضح إطلاقا، لأنه مزج بين العديد من المصطلحات والمفاهيم التي المتناقضة. ومن هذا المنطلق كان بمجلس الأمن أكيد كان يحاول أن يجد صيغة ليخرج بها. الجزائر ماذا قال؟ الجزائر واضحة منذ أمد طويل، واضحة تقول بأنها ملاحظ بأنها بقضية مبدئية أنها تدعم تقرير المصير. لا تقول لا بد من تقرير المصير، تدعم المفاوضات المباشرة، وهذه المفاوضات المباشرة تؤدي إلى الاستفتاء. إذا كان الجزائر تقبل بنتيجة الاستفتاء، الشيء المطروح لماذا المغرب يرفض الاستفتاء؟ ولماذا يرفض أن يكون هناك طرفين فقط، طرفين في المفاوضات؟ أخذتنا موريتانيا تقول وإنها ليست طرف فانسحبت، والجزائر تقول لم تقل موريتانيا. لم تقل موريتانيا كذا. اسمح لأن انسحبت من هذه القضية. الآن لماذا المغرب يريد إزاحة الشعب الصحراوي يدخل أطرافا أخرى؟ تجاوزت بي، ولكن ما زلت عند ما يتم ترويجه، لأنه المهم ربما هذا يعكس نوعا ما بشكل كبير الاحتقان الحالي والتوتر قبل الانخراط ربما في هذه المفاوضات، ونحن حاولنا أن نتحرى الأمر. أنت تحدثت عن ربما تقول بشكل ما الجزائر تدخلت، ولكن أنت هو الذي قال أنت تحدث عن الأمر. ولكن مراسلنا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حسين إبراهيم تحرى الأمر، يقول لنا بالحرف الواحد: التأخير في نشر النسخة العربية على موقع الأمم المتحدة لم يكن بسبب محاولات للتأثير على صياغتها، بل نتيجة لإجراءات الترجمة التقنية المعتادة إلى اللغات الست. من المعتاد أن تأخذ ربما الترجمات وقت طويل. وبحسب تأكيد الأمانة العامة للأمم المتحدة فإن النسخة العربية المطروحة مطابقة تماما للنص الذي اعتمده مجلس الأمن، إذ تمنع القواعد الإجرائية إدخال أي تعديل بعد التصويت. وأي نقاش حول الصياغة لا يكون إلا قبل اعتماد القرار. إذن حسم هذا الأمر، وعلى بناء على هذا الأمر ستجيبني الآن. ولقد اعتمد هذا القرار. اسمح لي. لا الكلمة له حتى أكمل سؤالي فقط الآن. بناء على هذه المعلومات، سأعطيك الكلمة. بناء على هذا الأمر واعتماد هذا القرار، من سيجلس فعليا إلى طاولة المفاوضات؟ أقول لك على أنني لدي القناعة الراسخة على السيد عطاف اقترح الجزائر كوسيط، لكن ممكن أن يقترح الأطراف الأخرى، لكنه الجزائر رفضت وترفض إلى حدود الساعة. أعتقد أن المسائل سوف تتغير مستقبلا. رفضت على أن تكون طرفا في النزاع، وهي طرف رئيسي في النزاع. ما الذي يزكي ماذا أقول؟ سوف أعطيك أمثلة يزكي ماذا أقول. الجزائر تقول أنها ليست طرف، ولكن سلوكها الدبلوماسي يبين بالملموس يوما بعد يوم على أنها طرف رئيسي. وأعطيك أمثلة كيف يمكن لدولة أن تقطع علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع دولة كبيرة في أوروبا كإسبانيا لمدة 2 لا لشيء إلا لأنها اعترفت بقرار بمقترح الحكم الذاتي. كيف يمكن لدولة أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية اليوم مع دولة كفرنسا، ونظرا للتشابكات العلاقات الفرنسية الجزائرية اقتصاديا إنسانيا جيوسياسيا إلى آخره، كيف لا لشيء؟ لا يمكن أن يكون، ليس هناك من مبرر. المسائل الأخرى كلها تبريرات يعني ثانوية. السبب الرئيسي هو موقف الدولة الفرنسية من تطور موقف الدولة الفرنسية فيما يخص قضية الصحراء المغربية، واعتبار الموقف مقترح الحكم الذاتي كهو المقترح الوحيد لحل الأزمة. كيف يمكن؟ وأعطيك مثال آخر. السيد تبون قام بزيارة رسمية زيارة دولة إلى سلوفينيا في شهر ماي. لماذا قام بهذه الزيارة في شهر ماي إلى سلوفينيا؟ لأن سلوفينيا عضو غير دائم في مجلس الأمن اليوم كالجزائر، ووقعت اتفاقيات كثيرة مع سلوفينيا بما فيها مد النفط والغاز لسلوفينيا بأثمنة تتجاوز كل تنافس. هدف السيد تبون كان آنذاك هو أن يضمن صوت سلوفينيا، لكن للأسف
سلوفينيا صوتت على قرار 2797. هذا الزيارة كانت في شهر ماي 2025. طيب، تقول لي أن الجزائر وغطيت طرف. وتم تغطيتها طيب. بشكل قوي من طرف الإعلام الجزائري. أجبني على سؤالي. لأنك تعتبر أن الجزائر على أن الجزائر طرف رئيسي لم يكن إلى طاولة المفاوضات الآن. هذا سؤال سأعود إليك. مجلس القرار المجلس الآن يتكلم على على أطراف أربعة. يتكلم عن المغرب بكل وضوح، هذا النص الرسمي. المغرب، الجزائر، البوليزاريو وموريتانيا. ومن هذا المنطلق أن أتوقع على أن سوف يكون كل هذه الأطراف سوف تجلس في الطاولة بطريقة أو بأخرى، لكن يبقى على أن سياسيا الطرفين الرئيسيين هو المغرب والجزائر، لأن البوليزاريو كيفما كان الحال في وجهة نظر المغرب، هذا هو الفرق ما بين المغرب والجزائر، هو أن المغرب يعتبر قضية الصحراء اعتبرها بكل وضوح قضية وجودية نظرا لأنها تهم وحدته الترابية. الجزائر لا تعتبر هذا كذلك شفويا، لكن سلوكيا عمليا أصبحت قضية الصحراء قضية وجودية بالنسبة للدولة الجزائرية. وهذا ما يربك طيب حسين مصدق، القرار ينص أطرح عليك سؤال بوضوح على دعوة الأطراف إلى الشروع في المناقشات دون شروط مسبقة. الأطراف على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل نهائي سياسي تقبله الأطراف ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. ضيفي يقول أن الطرفين الرئيسيين هما المغرب والجزائر، وأنا أود أن أسأل هنا من سيجلس إلى طاولة المفاوضات فعليا؟ أستاذ الكريم، لو رجعت إلى المسار التاريخي ستعرف بأن أطراف النزاع هم طرفين لا ثالث لهم. طيب نحن لسنا في التاريخ الآن واقعيا. الشعب الصحراوي والمملكة المغربية. المملكة المغربية تريد أن تزج بالجزائر وبأطراف أخرى لتمييع القضية، لأنها تريد أن تهرب من عملية الاستفتاء، لأنها تعرف مسبقا وعارضت منذ البداية الاستفتاء، لأنها تعرف النتيجة ستكون ضد الجزائر. أعلنت صراحة بأنها ليست طرف وإنما معنية كملاحظ، لأن النزاع قد يؤثر عليها سلبا، وبالتالي قال الجزائر امتنعت كذلك على التصويت لتثبت للعالم وخاصة للمغاربة أنها ليست طرف في هذا الأمر. إذا قرار مجلس الأمن ألا يقول عكس ذلك؟ نعم. وبالتالي إن الواقع ماذا يقول؟ إن الذي يحق له أن يتفاوض وأن يجلس على طاولة المفاوضات هي المملكة المغربية والصحراء الغربية ممثلة اسمح لي من فضلك ممثلة في البوليزاريو، والمغرب يريد أن يزج بالجزائر الغربية لتمييع القضية لأنه عنده أراضي أخرى مستعمرة سبتة وميليلة. عنده اسمح لي هذا الأجندة المغربية، عنده أراضي أخرى اسمح لي برك عندك أراضي أخرى. وسنة 1956 كان الملك محمد السادس لما عاد من مدغشقر اسمح لي كان قد تنازل على هذا الأمر. نحن نتكلم اليوم الآن أنت تريد أن تزج الأطراف. لا موضوع الحلقة هو ما هي الأطراف ولماذا الجزائر طرف والمغرب طرف. هذا هو الجزائر ليست طرف، المغرب زج بنفسه في هذا الأمر. أما الجزائر دعني أوضح للنظارة. أنت تحلم تريد أن ترى الحلم أنت تريد أن ترى الحقيقة ونحن لسنا بهذا المجال. نحن نتحاول. دعني أوضح للنظارة. أكمل فكرته وأعطيك الكلمة. أكمل فكرتك في جملة أو جملتين لو سمحت وأعطيني الكلمة بعد. ننطلق في حوارنا مع معطيات مع مسار للنزاع القائم بين الصحراء الغربية وبين البوليزاريو. هذا النزاع بين الصحراء الغربية وبين البوليزاريو. لا بين المغرب عفوا بين المغرب والبوليزاريو. الصحراء الغربية ممثلة في البوليزاريو قلتها. إذن الصراع داين واضح منذ البداية. من فضلك لا تقاطعني. منذ البداية المحكمة العدل الدولية أثبتت بأن المغرب لا علاقة لها تاريخيا، لكن تكرر هذا الخطاب. يعني أكمل فكرتك باختصار حتى أوفي حقه من حيث الوقت. وبالتالي أستاذ الكريم هي أن الحوار منطقيا وموضوعيا وقانونيا لا يمكن أن يتجاوز المغرب وجبهة البوليزاريو. يجب على هذه النقطة. سيدي حاجي لك الكلمة. ماذا يقول النص الرسمي الأخير الذي صدر عن الأمم المتحدة قبل يومين؟ يقول مجلس الأمن
يدعو الأطراف الأطراف يهيب نعم بالأطراف إلى الشروع أن يشرعوا في تفاوض استنادا لمقترح المغربي فيما يخص الأطراف. وكلمة الأطراف تكررت ونحن امام رجال قانون مجلس الامن قرارات اسمح لي لا تتكلم اسمح لي باللغه الفرنسيه لا يوجد المثنى باللغه الفرنسيه لا يوجد المثنى باللغه العربيه مكتوب الأطراف ومكررة لمدة 10 مرات مكررة 10 مرات على أن الأمم المتحدة تعتبر هناك أطراف في الصراع وتشير بالحرف إلى الجزائر. ثانيا أقول لك على أن كيف يمكن لدولة أن تغامر بمصالحها الحيوية اقتصاديا سياسيا عسكريا. لماذا الجزائر إن لم تكن طرفا في هذا الصراع؟ أقول لك بكل وضوح وأقول نظارة على أن مسألة الصحراء أصبحت قضية وجودية بالنسبة للدولة الجزائرية، والدولة الجزائرية تجد نفسها اليوم في ورطة. لكن السياسة لها مخرجات، والمقترح الذي يقترحه الآن لم يعد مقترح مغربي، أصبح مقترح المجتمع الدولي، ويقول المجتمع الدولي للجزائر يجب عليك أن تجلس في الطاولة. ممكن أن تكون هذه الفرصة فرصة تاريخية للجزائر للخروج من هذه الورطة، لأن بالفعل أصبحت ورطة بالنسبة للدولة الجزائرية. وأنا لا أعتقد على أن الشعب الجزائري ليس الطرف الرئيسي هي جبهة البوليساريو. إذا كان المغرب بالحوار سوف أتكلم فيما يخص البوليساريو سوف أتكلم لا إلى الجزائر. اسمع، الأمم المتحدة تتكلم عن الأطراف. البوليساريو بالنسبة للمغرب مغاربة، عندما يحل المشكل سوف يتحول البوليساريو إلى حزب. وسوف أتكلم عن أفتح قوس كلهم مغاربة. هناك بعض العناصر التي ليست مغربية، لكن أغلبية ساكنة تندوف القطني في تندوف مغاربة. قيادة البوليساريو مغاربة، مؤسسي البوليساريو مغاربة، لا شك في ذلك. لا يمكن أن نجزم على شكل نكتة أو خبر فيما يخص الاستفتاء، ولكن رغم أن الاستفتاء تجاوز اليوم وطويت صفحته. عندما كان النقاش أو الاستفتاء في التسعينات مطروح إشكال في من الذي سيصوت من لا سيصوت. وهناك مشكل يا حكيم أقول لك. والدي زعيم البوليساريو آنذاك محمد بن عبد العزيز كانوا يسكنون في مراكش وانتقلوا إلى مسقط رئيس قسم التادلة. ووقع النقاش، كانوا يسكنون في مراكش أبوه وأمه وإخوانه. وقع النقاش من سوف يصوت، والبوليساريو يقول أن من يسكن في المغرب في شمال الصحراء في شمال المغرب لا يمكن أن يصوت. ووالدي محمد بن عبد العزيز أبوه وأمه يسكنون في المغرب. إذن محمد بن العزيز يصوت وأبوه طيب يجيب لو كان ما يقول ضيفكم بأن الصحراويين مغاربة لما رافض المغرب الاستفتاء، وبالتالي هو يعلم علم اليقين بأنهم ليسوا مغاربة، بأنهم صحراويين. أما الجزائر كطرف في الصراع، الجزائر كملاحظ كمعني لنا القضية في المغرب العربي. أما تقول بالجزائر مجازفت بمصالحها، الجزائر عندها تسير لمصالحها وتعرف مصالحها ومدى. لماذا قطعت علاقتها مع إسبانيا؟ لماذا قطعت علاقتها مع إسبانيا؟ عوامل التأثير. عندها عوامل التأثير. لماذا قطعت علاقتها مع فرنسا؟ عندها سياستها الخاصة. الجزائر عندها سياستها. الآن فرنسا التي تطلب الدعوة. وبالتالي هذا معروف. الآن القضية فكرته كما أوفت الآن معروفة تاريخيا إلى حدث اللحظة بأن الصراع هو مغربي مع الصحراء الغربية متمثلها البوليساريو، وستكون المفاوضات بين الطرفين. قد تكون هناك أطراف أخرى كملاحظة. هذا ينتظر ماذا يحصل هذا فيه. ما تقوله أنت. اسمح لي بل. هذا ما تقوله. لا النص الرسمي لا يقول هذا. النص الرسمي يقول هذا قرار الأمم المتحدة. النص الرسمي يقول الأطراف قد يكون لما نفصل منهم الأطراف لا نجد إلا الصحراء الغربية ممثلة في البوليساريو والمغرب. الباقي لا يوجد طرف آخر. قد تكون إسبانيا لأنها ما زالت هي. لا إسبانيا انتهى الأمر. اسمح لي لأنها ما زالت الوصية القانونية الحقيقي الآن على الصحراء الغربية. الآن الذي
المرجعية الأساسية للصحراء الغربية هي إسبانية وليست مغربية يا أستاذ الكريم. قرار الأمم المتحدة يتحدث عن المغرب، جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. انتهى الامر، انتهى الكلام. لا هذا يعني كملاحظين. لا كملاحظ لا الأطراف. ننسى بأن موريتانيا انسحبت من فضلك. لا ننسى بأن موريتانيا انسحبت في القضية. يدعو الأطراف، يدعو للدخول في المفاوضات، لأن موريتانيا انسحبت من القضية عندها مدة، انسحبت من الصحراء الغربية. نفس الشيء الجزائر على الحياد مع كل الأطراف وكذلك. وبالتالي بقى المغرب فقط وجبهة البوليساريو. وسنرى بأن الحوار كيف يمكن الانخراط والشروع في هذه المفاوضات إذا كان المغرب من وجهة نظرك أنت يعتبر أن الطرفين الرئيسيين هما المغرب والجزائر، إذا كان الطرف الجزائري من وجهة نظرك أنت أيضا يعتبر أن الطرف الرئيسي هو المغرب وجبهة البوليساريو، كيف سنشرع في هذه المفاوضات؟ أنا أعتقد انتهى. كيف تفضل لك أنت الكلمة. أعتقد على أن البوليساريو أو المغاربة الذين يتواجدون في تندوف والبوليساريو بعبارة أدق هما مغرور بهم ويتم التعامل لأن هناك مسألة تاريخية يجب. عندما أسست البوليساريو، تعرف ماذا تعني البوليساريو؟ تعني في 30 ثانية لو سمحت. البوليساريو تعني تحرير الساقية الحمراء والذهب، لا تعني تحرير الصحراء الغربية. هذا كلام عمق. تحرير جهتين مغربيتين، لكن كانت انذاك بمرجعيه توريه بايديولوجيه توريه الى اخره. اذا هذو المغاربه الذين يتواجدون ثم انقض عليهم كيف سنذهب الى انقض عليهم قداش وحاولوا لما كانت تحارب اسبانيا وليس المغرب. هذه اختلاف الرؤى وتباين القراءات. كيف سنذهب؟ هناك اقتراح اعتبرته الامم المتحده هو الاقتراح الذي بامكانه ان يحل هذا الاشكال. يجب التفاوض على هذا النزاع حول هذا المقترح، وانا ذاك الكل ممكن ما دامت الامم المتحده المجتمع الدولي اعتبر على ان هذه الاراضي تحت السياده المغربيه، وعلى ان المغرب حسم هذه المساله ترابيا وحسمت. المغرب حسمها ولكن ليس وحسمت قانونيا حسمت قانونيا. يتحدث على التفاوض على اساس قانونيا حسمت. التفاوض مازال حسمت. إن مجلس الأمن يدعو إلى المفاوضات. مجلس الأمن حدد الأطراف كما قلت، لكن الواقع يثبت أن هناك طرفين فقط. لا المجلس الأمن من فضلك كيف الذهاب في ظل تباين الرؤى إلى هذه المفاوضات؟ بدأت تحارب، اسمح لي من فضلك، بدأت تحارب الوجود الإسباني قبل أن تحارب الضغوطات المغربية. حتى نرجع إلى التاريخ. وبالتالي بأن المغرب يريد أن يزج بأطراف أخرى ليميع القضية، لأنه هذا ليس المغرب، هذا المجتمع الدولي الذي يقول هذا. لأنه تهرب من الاستفتاء. يعرف بأن سكان الصحراء الغربية سيصوتون للاستقلال. خلينا من المجتمع الدولي سنرى. كل المقترحات ستوضع على الطاولة. المجتمع الدولي صوت. لماذا؟ صوت للمفاوضات. وانتهى الوقت، ناشف منكما. المجتمع الدولي صوت للمفاوضات، ولما يصوت للمفاوضات معناها أن هناك سيتم أعيدكما بتوجيه الدعوة لكما مجددا لنواصل الحديث في هذا الشأن. كل شكر جزيل لكما. بطريقة غير موضوعية. شكر جزيل لكما.